السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد، وسؤال في العيادة. والسؤال النهارده استكمالا للفيديو بتاع تعليمات حديثي الولادة اللي هم الاطفال اللي لسه مولودين. السؤال اللي جالي وكان بيجيلي كتير جدا هو: دكتور احنا نقدر نحمل بيبي كل قد ايه؟ هل ممكن احميه كل يوم؟ هل ممكن احميه في فترات بالنسبه لفصل الصيف وفي الحر والكلام ده وارد جدا ان ممكن تحميه كل يوم، مع الاخذ بالاعتبار انه بيستحمى في اوضته، الاجراءات السيفتي تبقى موجوده، ايدينا في ايدين بعض، كل واحد عارف يعمل ايه. في الشتاء ممكن شويه يتاجل الاستحمام الكامل ده مره او مرتين في الاسبوع، مع برضه مراعاه درجه حراره الغرفه، ومراعاه في الشتاء بالذات والجو البرد ان اللبس اللي هيلبسه البيبي نكون محضرينه، ويكون اللبس دافي ويكون متسخن قبل ما يلبسه، وكل واحد عارف هيعمل ايه، ما ياخدش وقت كبير جدا في ايدينا، وتكون درجه حراره الغرفه مناسبه. يبقى الاستحمام للبيبيهات في فصل الصيف ممكن يبقى يومي، في فصل الشتاء ممكن مره او مرتين في الاسبوع. الموضوع نسبي حسب درجه حراره، حسب لبسه، حسب مع الاجراءات الامنيه المشدده. محدش لسه ما يعرفش يحمي بيبي ازاي او يتعامل معاه ازاي ويخش في الموضوع، عشان ما نضيعش وقت اثناء الحمى فالطفل يزرق مني او يبرد او يتعب. وفي نفس الوقت كل الاجراءات بتاعه الاستحمام بتتم في الغرفه بتاعه البيبي. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.